أشكرك يا رب لأني في هتاف النصرة، في هتاف يخرج من شعب وهو خارج من أرض مصر، خارج في عبودية في روحهم، لكن لما اتكلمت عليهم قلت عسكر إسرائيل. اتكلمت عليهم ان هم جنود. فعشان كده رب النهارده باسم الرب يسوع تعالى بقوة يا رب النهارده وتتلامس معانا مع نهاية عام يا رب. وإذا كان فينا حد طالع من أرض مصر بعبودية، أرض السنة دي بعبودية، بس أنا بشكرك إن إحنا بنخرج من عبوديتنا الآن، من كل انحناء، من كل كسرة، من كل صراخات وكل آهات في أعماقنا، وبنستقبل يا رب إعلان جديد في روحنا، إعلان حي عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. أنا عايزك تستقبل الإعلان ده النهارده اللي فيه الرب راح يعديك كل وقت صعب. الله معنا. لو أنت جاي الاجتماع النهارده مع نهاية سنة، جاي في ضيق وجاي في تعب، الرب بيقول لك معه أنا في الضيق أنقذه. أنا أؤمن إن الرب ينقذ ناس النهارده موجودة باسم الرب يسوع عندما تعلن في روحك الله معنا. أؤمن إن الرب هيجي بقوة شفاء النهارده عندما تعلن في روحك الله معنا. معاك النهارده يعدي بيك كل وقت صعب. معاك النهارده يرفعك ويسندك ويشددك ويشجعك. يقول كده في يوحنا الكلمات دي: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. استقبل الكلام ده في روحك باسم الرب يسوع. قول كده في المكان، في الموقع، في الزمن اللي أنا موجود فيه النهارده، كلمة الرب المسيح له كل المجد حل في هذا المكان. إذا كان مكانك ضعف يتحول لقوة في اسم الرب يسوع. إذا كان مكانك في زحمة وفي انزعاج، في أمواج عالية، إعلان يسوع معنا، إعلان الله معنا، إعلان حل بيننا النهاردة. يقول للريح اسقط ويقول للأمواج ابكم. هذا الإعلان يكون فيه هدوء عظيم باسم الرب يسوع. تقدر تقول اختبار قوي في الأوقات الصعبة دي. يمكن كانت في أوقات فيها أمواج عالية، لكن أنا مشيت على الأمواج دي باسم يسوع لأن الله معنا. أنا بصلي إنك ذهنك يكون نشيط الآن وتفتكر أمور الرب كان معاك فيها الوقت اللي فات. أنا عايز أقول لك بكل قلبي وأنت بتصلي دلوقتي وأنت مغمض عينك، عايز تقف، عايز تقعد، بس عايز أقول لك ياما كان في حيل وفي مخططات من إبليس كانت عليك مخفية، والرب شالها من بره السنة اللي فاتت دي وأنت مش واخد بالك. أنا عايزك تشكر الرب من أجل اللي أنت مش واخد بالك الرب عمله من أجلك. لكن أنا عارف إن في ناس عدت بأوقات صعبة والرب قال له أنا معاك، وعداه بالأوقات الصعبة دي. الله معنا. ينفع ارفع صوتك كده وقول كده: يسوع معايا الوقت اللي جاي، في المواجهة هو معايا، في روحي أنا بعلنه إنه معايا، مش هتحرك من غيره النهاردة. الله معنا، الله معنا يشددني، الله معنا يغفر ذنوبي،
الله معنا يشفيني، الله معنا يحررني، الله معنا يباركني، الله معنا يولد جوايا حب غير عادي لاخواتي باسم الرب يسوع. الله معنا، الله في وسطنا. انا جوايا الاعلان ده هو قوي، وهم خايفين ومضطربين وقافلين الابواب. قال لهم الكلمه القويه دي: انا هو لا تخافوا. جه والابواب مغلقه. لو انت جاي النهارده الاجتماع مع سنه قفلت كل ابوابك، الرب يجي في الابواب مغلقه النهارده ويقف في النص مشكلتك وفي خوفك وبيقول لك انا موجود النهارده. ما تخافش. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. اوعى تشك النهارده. لو انت شكيت ان الرب يشفيك، من فضلك يلا كده شجع نفسك وفعل ايمانك النهارده بالرب. لو انت شكيت ان الرب يتدخل الوقت اللي فات بمشكلتك او في احتياجك او في طلباتك باسم الرب يسوع، قل الكلمات دي: انا اؤمن انك انت معي في الوقت ده، وانا لم اشك ابدا يا رب في ايماني فيك. الله معنا. ممكن اسمعها لكم بصوت عالي: الله معنا. يلا مرة تاني. الله معنا. انا بمسك فيه النهارده، بمسك فيه. هللويا.